كانت سارة بنت بسيطة من حي هادي، متفوقة في دراستها، دايما ملتزمة وبتحب تساعد الكل. دخلت كلية إعلام وكان حلمها تبقى صحفية كبيرة تكشف الفساد. في يوم وهي في الكلية جات لها رسالة إيميل غريبة جدا من عنوان مش معروف. لو عايزة الحقيقة ابحثي عن ملف إن 17 في أرشيف مستشفى الرحمة، لكن ما تقوليش لحد، حياتك هتتغير. سارة افتكرت في الأول إن دي هزار أو تهديد، بس فضولها غلبها. راحت المستشفى وسألت بشكل ذكي لحد ما وصلت الأرشيف. لقت ملف فيه صور وتحقيقات وأسماء لأطباء كبار متورطين في تجارة أعضاء بشرية، وكان في ملف مخصوص لطفل صغير اسمه زياد مكتوب عليه نقل قلبه دون علم أهله. والدته كانت تعتقد إنه مات بسبب فشل في القلب. الصدمة، سارة عرفت إن الأم دي كانت جارتها اللي مات ابنها من 5 سنين، وإنها كانت دايماً بتقول ابني مات مظلوم. بدأت سارة تحقيقها في السر، بس كل ما توصل لمعلومة كانت تتعرض للتهديد. حد بيراقبها، عربيات غريبة، تليفوناتها بتتراقب، وفي لحظة جالها إيميل تاني: لو نشرتي حاجة الملف الجاي هيكون باسمك. من اللحظة اللي فتحت فيها سارة الملف وشافت اسم الطفل زياد بدأت الدنيا تضيق حواليها. جالها إحساس بالخوف لأول مرة، بس فضولها وضميرها كانوا أقوى من أي تهديد. رجعت سارة بيتها وبدأت تراجع كل الصور اللي صورتها من الملف، ولسه بتحاول تربط الخيوط. لقيت صورة واحدة مختلفة، صورة قديمة لطبيب اسمه ماهر السيوفي، وكان في الصورة واقف جنب طفل تاني غير زياد. ورا الصورة مكتوب بخط إيد: الحالة رقم 8 تمت بنجاح، الملف إن 17 مغلق. دخلت سارة على الإنترنت، دورت على اسم الدكتور، لكن الغريب إن مفيش أي بيانات عنه. اختفى من أي سجلات، كأنه مش موجود. في اليوم التاني وهي رايحة الكلية لقت عربية سودة واقفة تحت البيت. راجل نازل منها لابس بدلة سودة ونضارة. قالها بهدوء: أستاذة سارة، إحنا عارفين إنك مهتمة بملفات مش ليكي فيها. نصيحة، سيبي كل حاجة وركزي في دراستك، عشان اللي بيفتش في الماضي أحيانا بيبقى هو الضحية الجاية. اتجمدت في مكانها، قلبها دق بسرعة، بس قررت إنها مش هتسكت. رجعت وسجلت كل اللي حصل على فيديو على لابتوبها، واحتفظت بنسخة في فلاشة وبعتها لأقرب صديقة ليها نهى، وقالت لها لو حصل لي حاجة انشري الفيديو ده في كل مكان. لكن اللي ما كنتش تعرفه إنها كانت بتتجسس عليها. وفي الليل جالها إيميل تالت: قريب جدا هتشوف اسمك على واحد من الملفات دي، زي زياد.